لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني حفصة وتسلدو لوانا كاني تفسير قرآني في روزبيم وخزمتان ومن بس رزامان رب العالمين وهي دارم إوي أسودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بەڵە خۆشەویستان وەکو لەوانەی ڕاوڕژ لە خزمە دەواتی پیرۆزەدا بووین لە ئاەت پێشتر خۆی گەورە باسی لە ئیمانداران کرد ئەوانەی کەوا ئیمانیان هەیە و کردەوەی چاک دەکەن لە قەدەر توانای خۆیان لە بەرەوەی خۆی گەورە تەکلیف لە کەسێک ناکات لە سەروی تااقەتی خۆی ئەوانە یارانی بەهەشتن بە یەکجارش تێدا دەمینێنەوە وەنەزەعنا ما فی صدورهم من غل. یەک لە خۆشەکانی بەهەشت چییە؟ ئەوەیەکەوە ئەوەی غل و حەسادەتە خۆی گەورە لە دڵەکان دەری دەینی وەکو لە مەعاش تەفەکر دەڵێتن الغل كل ما يدخل في الصدور من عداوة وضغن وحقد وحسد وبغض وغش وإرادة سوء بالآخرين ونحو ذلك. واتا هر يق لوشتانه كوا براستي لناو دلو درون لناو سينغ دا پیدا دبيتن او زا حسودية او زا غشة اخذ نيتي خراب برانبر بكسيك او همو بيغتري غيل خواهي قد فرمي لهمو اوانا پاچيان دكينوا او زا فرمي وهذه سعادة راحة من الأعماق. براستي أو بختوريك بإنسان دبخشي لدلو درونه قد تكون أعظم من سعادتهم بما يصيبون من لذات المآكل والمشارب والمناكح ونحوها. دليل وانية أو سعادتيك وكسيك بيد بخشركاتك أو غللنا ودلو دروني نامينه لەوانەیە لە هەموو خۆشەکانی تر لە خواردن و خۆراک و ئەو شتانێکەوە خۆشە لە باشتە لە هەمووی خۆشتر یان هەتا لە دنیای بەسەراحەت تەماشا دەکەی کەسێکەوە ئەو کەسێکەوە حەسوودی لە دڵە ئەو کەسێکەوە نیەتی خراپی لە دڵە بەخۆی نامرتاحە هەوڵ بدە لە دڵی خۆتی دەربینی بە خۆت مرتاح دەبی ئیتر فەکەیف بۆی خوا سوبحانه وتعالى بە گەورەی خۆی لەناو دڵ و دەروونت دەربینی ئەو شتانە لە دڵت نەمینێ چ ئیسراحەت و چ بەختەوەریەکە. ئەو زادە فەرمی وەنەزەعنا كاتك ونزعنا ما في صدور من غل. النزع جذب الشيء واقتلاعه من مكانه. يعني النزع هل تشيشانا وتشتيك بهزك هل بتشيشري لرق ورشالو دريبيني ويدل على أن هذا الاقتلاع يكون من الجذور لرق ورشالو أو غلة درده هندري أي فتخلو فطرتهم يوم الدين من كل هذا الاقتلاع. كواتا همو أوشتانا ناريكو بيسان ناودلو درون درده هندري حقد ورقل يبونه بغض وحسادته همو أوشتانا لرق ورشالوا درده هندريتن أواني كوا بفعلي أجر بيتنا وهد الله يقبل دبتماعي عذاب درهيناني دبتماعي أو بري سعادة تجري من تحتهم الأنهار. وكل تفسير سعد دفرمي روبار لجير بعضين قصرو لجير دار كان دروا تفسير سعد دالي أي يفجرونها تفجيرا. سبحان الله. وكل سورة الإنسان بوشيوي دفرمي وتا أو روباري كدانوي هل دقولي حيث شاءوا بەشێوەیەک بیانەوێ و ئەینە ئەرادوو لە چێن دەرە بیانەوێ
إنشاء في خلال القصور أقدانو لناو قصر كان هالدقولي أو في تلك الغرف العاليات يان لجيجا بهشت لجيجا برزكاني بهشت أو في رياض الجنات يان بيانو لناو باغات كاني بهشت من تحت تلك الحدائق الزاهرات أقدانو لجير أو حديقة أو باغ خوشانان أنهار تجري في غير أخدود ربارانك وكبيان صوص موصفي دكاتن تجري من غير أخدود لواري شينية سبحان الله زور عزيبة وخيرات ليس لها حد محدود أو خوشياني كواحيد سنوري أشيني خوابا قسمة مامكا لا معاش تفكر دل تجري من تحت من الانهار أو ومما يكرمهم الله به من نعيم يقلو الشوازاني يقلو شتنك خواي وربي ريزيان لدن لو بهشتا أن الأنهار المتنوعة أو أنواع روباراني كوالا سورة محمد صلى الله عليه وسلم باس كدار روباري آوي سازقار روباري شرابي بيسر خوشكرو روباري شيرو روباري عسلو هنجين كمصفاة وكوصف دكاتن تصفيكرها أو أنواع روبارانيان بي بخشي تجري من تحتهم في الجنة لجير وياندا دروا إذ يكونون على سرورهم في شرفات قصورهم المرتفعة سبحان الله هذه كولو أنا بشي وصف دكا أوان لسر سرير وزيقا برزكاني خويانا لا شرفات لزيقا برزكاني بهشت لا قصر كانيا أو ربارش بجيريان دروا سبحان الله وجاءت الأنهار معرفة بأداة التعريف للدلالة على كمالها فالألف لام هنا للكمال تجري من تحتهم الأنهار تفهم أو ألف لام التعريف دلالة لسر كمال أو بري رباري ريكو بيكا بلى وقالوا أو زلير دواوكا وكو لا تفسير سعيد دلي لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به كاتك وذبينين خواهي قولة سريزة ليناينا تسيدلين قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله لبو أوزاتك وهدايتي دين لبو إيرا أي لما جزاؤه هذا كواتا هدايتي دين رين ماي كردين لبو أنزام داني أو كردواني كوا أو باداشتا كيتي أي لأسباب هذا العلو كواتا الحمد لله كوا هدايتي دين لبو هو كاركاني جيشتن بيرا بإرسال الرسل والتوفيق للعمل ويكوا بيغمبران روان كرد وهو موفقي كردين وهدايتي دين كوا أو كردوانا أنزام دين تاوكو بقينا إيرا لا تفسير سعد ضلي بأن من علينا وأوحى إلى قلوبنا منتي لقل كردين منتي لسر كردين وحي لبود لكان ما النار فآمنت به أو ضلانا ماني موافقك وإيمان بيني وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار من الكذب لبو أنزام داني أو كردواني كوا إيمي جاندا إيرا وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالنا إتر موفقي كردنا وإيمان بين كردوي تصابك وبارزگاریشی لێ کردین کەوا شتێک ئەنجام نەدەین ئەو ئیمانە ئەو کردەوە چاکان لەدەست بدەین بەڵکو پارێزگاری لێ کردین حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار حتى وكو إيمي جياندا أو بهشتا حتى وكو إيمي جياندا أو جيجايا فنعم الرب الكريم ساكترين پروردگارك وبخشنديا الذي ابتدأنا بالنعم لسرتا دهر أو بنازو نعمة لقال كردينا وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون ولا يعده العاد أو همونا ذو نعمة ظاهر وباطن لقال كردين كوابهيج كسيق ناجم يدري وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أي ما كنا لنرشد لذلك العلم الذي لهذا الدار الذي هذا ثوابه كواتا براستي إما بهنري خوما نبو إما نما دتواني أو علم أو إيمان بدز بين أجر خواه هدايتنا دابين لولا أن وفقنا الله بدلائل وألطاف عينه ما قر خواه سبحانه وتعالى بفضل خوي توفيقي كردين بو بلغانا وبو لطفي لقالي كردين وهروها بو عناية رحمتك بي بخشين أي ليس في نفوسنا قابلية للهدى لولا أنه تعالى من بهداية واتباع رسوله واتبع خوي أصلا إما قابل نبوين مقر خوا نعمتي لقال كردين كوا استجابة ما نهبوا له دعوة بيغمبران
وهروها مفكر لبو كار كردن بو هدايته لا معاش تفكر وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أي ويعلنون بهذه العبارة كواتبوا عبارته وأن إعلان ذكر معترفين اعتراف ذكر ومؤكدين بالكون المنفي المتبوع بلام الجحود أنهم كانوا في الحال عاجزين عجزا تاما عن أن يتوصلوا بعقولهم وتجاربهم إلى معرفة الصراط المستقيم والاهتداء إليه. كهذا اعتراف ذكر براستي أو هنا إيمانية أقلبوا عقلي خمان تجربة خمان بزي اشترام بخمان أو رجع راستمان نددي تو كواب مانجيت أو رجي لولا أن الله جلت حكمته أرسل رسله كوات أقل رجاي بيغمبران نبوة كخواي قول ناديت يعني عليه الصلاة والسلام وأنزل معهم بيانات الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم كلا رجاي بيغمبران إشخاي كتاب نار لا رجاي أو كتابنا وإما أو رجاي ما نديتوا فهدوا الناس إلى عناصر وأحكام الله به بالقول والعمل إتر بيغمبرانيش كتاب كان إخوائي قوريان لبو خلشي رون كردو بيان راقان هم بقول هم بعمليش بخوان زي بزيان ذكر لقد جاءت رسل ربنا بالحق لا كلام توكيد قسمي قد كش تحقيقا بالتأكيد وبتحقيق جاءت رسل ربنا بالحق پیغمبرانی پروردگار من بحق هاتن ایمش فاهتدينا بإرشادهم ایمش ريجاي هدايات ما ورقر برين موني أوان زمخشري دلي يقولون ذلك أي الحمد لله كاتك دلي أوان الحمد لله هدان لهذا ما كنا لولا أن هدانا الله دلي أوقسي كذي كان سرورا واغتباطا بما نالوا كواتوا دل خوشي خويان در دبرن بو خوش يعني كوا وريانجت وتلذذا بالتكلم به لذت بين الحمد لله خواي جور إما هداية لبوا لا تقربا ولا تعبدا كاتلير ده ونية كوقصد كان لبوا نزيق وابن وبنياز وينزيق تربن والخواي جور يأخذوك عبادتك بي دار العمل دار الجزاء كما ترى من رزق خيرا في الدنيا يتكلم بنحو ذلك ولا يتملك إلى أن لا يقولوا للفرح والتوبة كواتا أو كسي كلا دنياش خوشش بيدا بخشريه خوي بيرانا جري كبازنكا خوي بيرانا جري يعني لدل خوشيان ديتن تعبيري دك هذا فرمي الأوانج لنا باش لدل خوشيان بوشي اعتراف دكان نقوكو عبادتك سكال وندري عبادتنا ما وندري باداش ورقتنا ويا لتفسير السعدي الله أي حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل كاتك وأوان ولا بهشت تمتع دكان بخوشيكاني بهش كاتك وبيغمبران عليه الصلاة والسلام لدنيا ده خبريان بيدابون وصار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين لهم لدنيا ده كاتك وبروان بيغمبران هبو عليهم الصلاة والسلام أوان كخوشيكان بهشتيان لو باس ذكردن علم يقين يان بيهبو كواراسته بلام كتسويننا وبهشت بويت عين اليقين بتساوي خوان ديبينن قالوا لقد تحققنا لو عندنا أوزادرين بلا استبى التحقيق أو استمع بتساي خمانديد ورأينا ما وعدتنا به الرسل استوى بتساي خماندبيني أو كوا بيغمبرا وعدي بيدابون وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين لا مرية فيه ولا إشكال يترهموا أشتاني كوا أوان وعديان بيدابون أوان لو مانيان بازكر هموي حق اليقين هيك شكو ما انتدانيا خاي جودة لوان ما بجميلي واجتماع كل أهل الجنة على هذا الإعلان التمجيدي لكل رسل رب يتر همو أهل بهشت بوشوي إعلان ده كان لقد جاء رسل ربنا همو يعني إجماعيا لسروي همو بيغمبراني خواه بحق هاتينا أوج بلقي لسر وحدة الرسالات الربانية أوج بلقي لسروي كوا بيا مكاني خواه يقول همو يك بيا من لأصل أصوله كالرقاء بيغمبران وهاتيا همو بيك عقيدة هاتينا قواعد أحكام كان أصول أخلاق كان هموي بيكشد هاتيا أما مخالفة بعض الأديان ذات الأصول الربانية عما جاء به خاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الأصول والعقائد والقواعد الكبرى فإنما هو من تحريفات المحرفين كواتا أجر شتك هبي لأديان كان بيشوتر أواني استا كوا كسان من لسر ديني غير إسلام كوا باعتبار دين ربانش بلا مخالفي لقل عقيدي أو عقيدي هي كوا خاتم بيغمبران محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لعقيدة واختلافه يأخذ لأصول أخلاقه لأصول الشريعة كي خلافها طلع أو بلقي لسر أو خلافي أو كبيغمبر هنا صلى الله عليه وسلم أو بخوان التحريف يعني كده أجرنا هر هموي بهيك عقيدة وبهيك أصول هاتينا
حتى الأصول الأخلاق تنها لعندك أحكام فقهي كوا لقل خاتمي دقونزي أوان ديكش لواني هر حكمك تايبد مندي لقل أو زيجاي هبو كلبوي نادي خواي سبحانه وتعالى بأو زمانك ولا بيان نادي يتر الأجرنا لأصول عقيدة وأصول أحكام أصول شريعة أخلاق هر همي متفقا أو كمخالف بلقل أو شريعتي أو ديار بلقي لسروي كأوان لانجراني تحريف يعني كدي أجرنا هر هموي بيج أصول هاتن لو أهل بهشتش هموي دلين همو بيغمبراني خوا بحق هاتن إتر ديار هشتا دمينه وآتك وتفسيرك اللي باز بكين والله لبرتوا أبوني كاد دوستين ببشتوان رب العالمين لواني داهت ودينه وخزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.